السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العالم عم فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة عملناها قبل كده معاكم قبل كده، بس حبينا ان احنا نجددها معاكم في القناة علشان اللي ما شافهاش يشوفها معانا تاني. ويا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ايه هي الحاجة دي؟ هي ما هسيبكم. شاء الله عملناها مرتين اتنين وجابت مشاهدات عالية جدا، وناس طلبوها مننا ان احنا نعملها تاني. فعشان كده حبينا ان احنا نعملها لكم. هسيب بقى ماما معاكم تقول لكم المكونات والمقادير بالظبط. هنعمل صابون مواعين من الزيت المستهلك اللي معاكي في البيت، اللي المفروض انت ما ترميهوش، بتجمعيه. الزيت دهوت احنا مجمعينه، ومش هنرميه، احنا هنستخدمه، هنعمل به الصابون. المكونات او المقادير بتاعتنا هنقولها مع بعض. دول معايا 4 كيلو زيت. انا كنت بعمل بمقدار 3 كيلو، بس انا النهارده ما عنديش غير 4 كيلو جمعنا زيت. ال4 كيلو دول، فقلنا خلاص بقى هنعملهم معاكم عشان اللي طلبوا معانا الفيديو ان احنا نعمله تاني. مقادير ال3 كيلو بتكون سهله، انما انا ما عنديش يزيد عن ال4 كيلو ب4.5 عشان يبقى المقدار بتاعهم معروف. ما عنديش غير 4 كيلو. انا قلت بقى هنعمل النهارده ال4 كيلو، ونحاول نظبط المقادير بتاعتهم قد ما نقدر. دول 4 كيلو زيت. كنت انا عامله قبل كده كلوريكس في الصابون، عشان لو غسلت به هدوم او حاجه بيبقى ينضف معايا، فانا استبدلت بالكلوريكس بكلور. برضه هيبقى معانا دول كيلو ونص زيت صابون او صابون سايل او صابون من بتاع المواعين. انا قلت في الفيديو اللي فات زيت صابون، فكتير قوي ما كانوش عارفين زيت الصابون، فده اسمه صابون سايل او صابون من بتاع المواعين. ده معانا كلور بدل الكلوريكس. ده معانا 3/4 صودا كاوية او بوتاص. احنا استخدمنا المره دي كلور يا جماعه، عشان اللي مش موجود عنده الكلوريكس اللي في هم كتير قوي في البلاد اللي بره ما يعرفوش الكلوريكس او ما لقوهوش او كده، فاحنا جبنا النوبادي كلور. الكلور هيبقى معروف، كل البلاد هتبقى عارفاه. ده كلور، ده زيت صابون او صابون سايل، ده صودا كاوية او بوتاص، ده ملح. هاتي لي المعلقه اللي عندك ده كده. حاضر. انت بتستعمليها استعمليها بلاستيك علشان ما يبوظش معاكي الالومنيا او حاجه. هنحط معلقتين ملح كبار اهو اهو. هحط زيت الصابون. احنا قلنا مقادير ال3 كيلو، فانا الكيلو الرابع عشان ما عنديش نص كيلو، يبقى مقدار ونص. مقدار ال3 كيلو عشان يكون سهل عليكم. 3 كيلو زيت، عليهم نص صودا كاوية او نص بوتاص، عليهم كيس كلور او كيس كلوريكس، عليهم او نص كيلو كلور، عليهم كيلو صابون سايل. دول 4 كيلو. هنعير اللي هو الكيلو الزيادة اللي هو الرابع ده، هنزود بقى في المقدار من ال3 لل4 كيلو. ده كده كيلو ونص صابون سايل. جربوه يا جماعه بجد هيعجبكم جدا، وبيبقى في منتهى الروعه والجمال، وبينضف معاكي حاجات كتير جدا غير انت بتستخدم من النص يجي كيلو ربع كيلو دول، عشان ما يبقاش المقدار كتير، او عشان يبقى معانا مظبوط. برضو هضيف الكلور. ده كيلو من الكلور. هو الكلوريكس تقريبا ان الكيس بيعمل كيلو الا ربع بايني او نص كيلو ممكن. فاحنا هنحط ل4 كيلو كلور، وهنقلب بقى ندوب الملح. اي عصايه عندك او اي ايد خشبه مش هتستخدميها تعمليها الحاجات دي، بس تقلبي بحاجه خشب، بحاجه انت مش هتستعمليها في الاكل، لان لو قلبت بمقصوصه بمعلقه بحاجه، هو لما هتحط البوتاص السوائل دي هتسخن معاكي، لما تقلبي بخشبه هيكون احسن. يعني الزيت احنا صفيناه وحطيناه هنا علشان بعد ما نقلب ده هنقلب المحتويات كلها على بعضها. ماشي. هنبدأ بقى نحط الصودا الكاوية. خدوا بالكم الصودا الكاوية لما بنحطها بقى بتتفاعل يا جماعه، خدوا بالكم عشان بتطلع بخار، وبتبقى الريحه بتاعتها نفاذه، فدايما تبقي
وشك عنها علشان المناخيرك عينيك كده. وبالذات اللي عنده حساسية يا جماعة. ده 3/4 كيلو. هنحط ال3 كيلو لهم نص الكيلو، يعني احنا هنفوض من 3/4 دي شويه. يعني مثلا هتحطي 700 جرام اهو، وهنقلب بقى. ما افتحش. هنقلب بقى هنا. شايفين يا جماعة كده احنا ضفنا كل المكونات، صابونة السايل والكلور والمادة الكاوية اللي هي الصودا الكاوية اللي هي البوتاص، معلقتين الملح. بعد ما قلبناهم على بعضهم كده ضفناهم للزيت. تفضلي بقى تقلبي فيهم شويه لحد ما يبدا ان هو يتقل. وشايفين بسم الله ما شاء الله قوامه. يا دودو سلم على الناس يلا، لهم كل سنه وانتم طيبين. لهم كل سنه وانتم طيبين. انت مكسوف. شايفين يا جماعه هي الكاميرا جايباك عشان مكسوف. انت مكسوف من ايه؟ ولا انت بتمثل انت مكسوف؟ قال لهم هاي، لهم سلم عليهم. سلم عليهم اهو بيسلم عليكم. سيب المشمع. خدوه ده من هنا. شايفين يا جماعه البتاعه تقل ازاي وتماسك لفه اهو. شفتوا القوام عامل ازاي؟ هو ده القوام بقى اللي انت بتفضي بعدها. ده القوام بقى كده. هنفضي الى هنا الصندوق اهو. احنا عملنا جهزنا صندوق اهو لصناديق الرنجه بقى. اي حاجه عندك كده. واليومين دول الاكل رنجه وفسيخ، يعني الناس كلها بتاكل رنجه وفسيخ اليومين دول. متوفره صناديق الرنجه اهي، وبنفرش فيه مشمع كده علشان ان احنا نصب في الصابون كده يا جماعه اهو. هنبدا بقى نصب. عمايل الصابون سهله جدا. وكمان دلوقتي عشان تشتري كرتونه اقل كرتونه بتعدي 100 جنيه واكتر كمان. وما بتبقاش مش مبروكه كده. احنا هنصب كله في الافيه. الصندوق هتبقى القطعه بتاعته كبيره. لا سخنه لسه سخنه. شايفين بسم الله ما شاء الله قوامه نازل عامل ازاي وتقله. احنا مش حاطين دي ولا حاطين حاجه. في ناس بتعمله بدقيق عشان يلف يحطوا له دقيق. لا احنا مش بنعمله بدقيق. هي المكونات اللي انتوا شفتوها. وده اكيد ما بيترماش. ده اكيد بننقع الميه بننقع البلاستيكيه في ميه وبيتغسل بيه. شكرا يا دودو. يا عم كده عرفنا مكوناته. حاجه سهله وبسيطه خالص. 3 كيلو زيت. انا عامله 4، لكن هقول لك مقدار ال3 كيلو عشان يبقى سهل عليكم ما تتلخبطيش. حابه بقى عندك ازيد من 3 كيلو اقل من 3 كيلو، انت كده خدت المقدار ودربي براحتك بقى على حسب الميزان اللي عندك في الزيت. 3 كيلو زيت اللي هو نص صودا كاويه اللي هو البوتاص، اللي هم كيس كلوريكس او نص كيلو كلور. يا كلور يا كلوريكس المتاح معاك. كيلو زيت صابون اللي هو الصابون السائل، او كيلو بريل المتاح عندك برضو. ده شغال وده شغال. الفرق بس بين البريل والصابون السائل ان البريل بياخد تقليب كتير على بال ما توصلي للقوام ده، انما الصابون السائل بيلف بسرعه. القوام ده بتوصلي ليه بسرعه اسرع. بس دي كل المكونات. خلاص احنا ضفنا الحاجات على بعضها وقلبناها وصلت للقوام اللي شفتيه ده. بنصبه في الصندوق. بنفرش في الصندوق كيس مشمع كبير كده او اي مشمع وبتصب عليه. بتركنيه بقى في مكان مفيش فيه حركه او حاجه، ونص نشوفيه وبتقطعيه التقطيعه اللي انت حباها بتقطعيها. ما ينشف هنقطع معاكم. شايفين يا جماعه ده الصابون بدا ينشف اهو. نص نشفيه اللي ماما قالت لكم عليها. احنا كده صبينه بقالنا قد ايه؟ 3 ساعات. انت بس المقصود ان انت تخرطيه قبل ما ينشف قوي علشان ما تتهرش منه، وعشان تعرفي تقطعيه. عشان تبقى سهله كده زي ما انت شايفه في التقطيع كده. ايه في ايه يا عم؟ سيبنا في حالنا يا عم. اوعى ايدك.
اوه سلامتك شوفي، من يا انت واحدة. حابه تخرطيها الخرطه على حسب ما انت عايزه تعرفي تمسكيها في الغسيل. بتطلعيها بقى من الصندوق اللي في الحروف، يعتبر نشفت عشان الهواء طايلها قوي فنشفت. شوفي انت حابه تقطعي القطعه ازاي. انا عاملاها السمك بتاعها كبير، احنا حابين الحته كده تبقى فيها البركه كده وجميله كده. ملزلزة. اهي. بس ايه رايكم في الفيديو بتاعنا بقى؟ فيديو سهل الصابون وبسيط جدا سهله وبسيطه قوي. دي احنا عملناه جاب مشاهدات عاليه جدا، وفي ناس كانت متلخبطه. احنا بقينا نقول زيت صابون، فهم مش عارفين زيت الصابون. احنا عملناه بطريقه تانية غير ما احنا كنا عاملينه في الاول. شوفوا الطريقه واعملوها بنفس المقادير اللي عملناها مع بعض، هتبقى سهله وبسيطه عليكي. وده كله من شيء كنت هترميه، يعني من زيت مستعمل مستهلك كنت هترميه. جمعيه ما ترميهوش، هتعملي احلى صابون هتستعمليه في البيت. ما بيبقاش اسمر قوي، ابيض جميل اهو. لسه كمان لما بنشف بيفتح عن كده، لما بنشف حته الصابونه بتفتحها عن كده كتير. يعني صابونه بيضه من الزيت المستعمل اللي عندك، ما ترميهوش، وبحاجه بسيطه خالص بتصنعيه وبتشتغلي بيه في البيت، وطريقته سهله وبسيطه. استعملي نفس المقادير اللي قلنا عليها. الفيديو بقى يكون عجبكم. لو اول مره تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنعمله. يا احلى واجمل اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه شوفوا الله وبركاته. ادهم له في شايفين؟ الصابون برضو. شوفي الايد اللي ما بتبطلش دي برضو له في الصابون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.